معايا طبعا. هات. انت عملت ايه في شغلانة امبارح؟ خلصت؟ خلصت، وبكده أكون خلصت اللي عليا ومبقاش ليا حد. علي انت رافع كيمياء. لازم تاخد دش وترتاح. ارتاح يا علي، غير هدومك وارتاح. عايز الأراج تفتون، مراتي، الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. كل ما كنت بلف في وشي بشوفش غيرهم. عينيا لو دمعت هخزقهم، بس أنا صعبان عليا نفسي. اوعى تفكر في اللي بره. اللي بره واسع والكل سالك فيه، لكن هنا ضيق. وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزاد. عارف يا أنسي، لما قتلت الراجل ده حسيت إني استريحت، حسيت إني خدت بطاري. عايز أقتل الناس كلها. أنا بس أخليكي كل ما هتبصي في المراية تفتكري تندمي على إنك اتولدتي.
سعادة الباشا راشد علي هو اللي قتل راشد. علي شوهت. أنا اتشوهت وخلاص. علي قتل راشد. قتله وخلاص. وأنا اتشوهت. بعدين بقى دي رابع نسخة من العقد، وبرضه وزارة الإسكان عاوزة تعديلات. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد، اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد ما هي مدام داليا قافلة تليفونها، ومختار ما بيردش عليا، أنا مش عارف أعمل إيه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين، وشيكات المرتبات متعطلة. طيب يا استاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف. الله يرحمك يا مراد. ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع سنه كمان. ارجع. ماشي، ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي. مش عايز حد عينيكوا صاحيه. ايه الاخبار؟ سعاده الباشا كله تمام يا باشا. عملت زي ما حضرتك امرت. 2 في ظهر الفيلا من ورا، غير ال3 اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضه في الطرف الرابع، غير ال3 اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ يا باشا، هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز أأمن كل الشبابيك اللي في الدور الأرضي اللي هنا دي. تحت امرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا اكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكرة الكاميرات مش وحشة. متشكر. كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا، تحت امرك. باشا هو في خطر على حياة مدام داليا؟ لا احنا بس شفنا حد في الجنينة افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا. تحت امرك يا باشا. ماشي. ارجع يا ابني، اعمل السوري يا ابني، ارجع عينك مفتحة. صباح الخير. صباح النور يا مختار. نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو؟ حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش. انا تعبتك معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجة، بس أنا لازم أمشي بقى دلوقتي علشان ألحق أروح البيت أستحمى وأغير هدومي وأنزل على الشركة وأرجع لك هنا تاني. أنت خليكي هنا وما تتحركيش، لو حصل أي حاجة تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه؟ الصوت ده؟ وطي صوتك. مش هوقف. رايحة فين؟ خشي جوه أنت. لازم اقابل الست. مش هينفع. خشي جوه. أحمد. ايوه يا باشا. تعال نشوف ده مين. تعالى يا باشا، جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبه لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام نايمه ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوه بتاع بولاق. إيه في إيه؟ يا باشا عايز اقابل الست ومش عايزين يدخلوني. أنت مين وعايز إيه؟ يا باشا في مصيبه، اختها في المستشفى بين الحياه والموت ولازم تشوفها. والنبي يا مدام قولي العسليه ان انا عايز اقابل. ايه ده؟ دي عسليه؟ عسليه عايز اقول لك حاجه. عسليه سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب في ايه يا عطوه؟ علي قتل راشد وشوه وش فتون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايزه اروح لها. مش هتروحي في حتة دلوقتي خالص، لازم نفهم إيه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعالي.
تعال. حاضر يا باشا. انت قلت لي انت مين؟ انا عطا الحلاق من بولاق، جارهم من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي انت تشوفيها. عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والامنا ما قبضوا عليها على السلم، وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر اتفضل يا باشا. نفهم بس. اتفضل اتفضل يا باشا. اهدي بقى شويه، اربطوها كويس. كنت عايز بس اسالها يا دكتور عن اللي حصل لها. ما ينفعش خالص يا فندم دلوقتي، عندها صدمه عصبيه. عموما انا اديتها منوم قوي، لازم بس نستنى شويه على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش اي حاجه جديده؟ لا خالص، كل اللي على لسانها ان اللي عمل كده واحد اسمه علي. الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور، شكرا. يلا يا ابني خليك انت. ماشي. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. انا مش فاهمه بتقولي ايه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا انا مش فاهمه بتتكلمي على ايه خالص. انا جايه لك برساله النهارده من هاني وسامح. عارفه انكم عملتوا لي جميله مش هنساها لكم عمري. انا النهارده خلصت من اكتر واحد بكرهه في حياتي، اسمه راشد. انا مش فاهمه بتتكلمي على ايه. مش مهم، مش مهم تفهمي. انا جاي النهارده اعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش نحطهم لك في حسابك في البنك، نسيب لك الفيلا دي كلها فوق. حلوين. بتوع ايه دول؟ مقابل الشركه. تصدقي ان انا فعلا كنت عايزه اتنازلكوا عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه، وكان زعلان منهم قوي. اما انتي ده كان بيقول فيكي شعر في انانيتك وشرك. لو انت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب بص اما اقولك، انا جه عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه من اللي بتلونوا دول. عارفه علمتني ايه؟ اساليني ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني، من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. ايوه يا سامح، انا لسه خارجه من عندها حالا. كل حاجه باظت. عرفت ان احنا اجرنا حد عشان يقتلها. طلعت تعرفه؟ معرفش. بقول لك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي احنا عملناه. لا 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 لا، انساني. ام اوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انتوا الاتنين قاعدين بره وسايبيني انا في وش المدفع. وبعدين في الاول في الاخر مش هاخد حاجه من اخويا الله يرحمه، ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها. اوكي؟ يلا باي.
ايهاب، انت مش متخيل انا اتزعجت قد ايه من اللي حصل لفتون. الحقيقه انا ما عرفتش التفاصيل. انا كل اللي عرفته ان راشد اتقتل وان هي اتصابت جامد. بنت اتكلمت، انا بنفسي بعت حد يسال عليها. يا هل الدرجه دي حضرتك مهتم بالبنت اللي اسمها فتون دي؟ عجباني قوي يا ايهاب، كانت عجباني قوي. وبصراحه بقى انبسطت قوي لما وشها بس هو اللي باظ، بس جسمها زي ما هو. ما تزوقيني يا ماما، اوامي يا ماما. رايحة فين؟ مالكش دعوة. رايحة فين؟ تزوقيني يا ماما. اهدي بس. اوامي يا ماما. قولي لي عايزة اهدي، اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. اهدي. عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى، اهدي بقى. مش قادرة. ازيك دلوقتي يا فتون؟ سامعني كويس؟ زي الفل، سامعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيكي كده؟ أنا جوزي ما اسموش عادل، أنا جوزي اسمه روي. أجدع فتوة فيك يا بني، علي روي. امال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك ايه؟ قلت ما اسموش عادل. يبقى جوز اختي عسلية، بس هي بقى سابته وهربت. مين اللي قتل عادل يا فتون؟ اسمه راشد. الباشا بقى ضرب له بطاقة. اصل هو قتل الونش لما علي جوزي دخل السجن، بس انا هصالحه. اصل علي ده حبيبي. انا هو بنحب بعض طول العمر او النعمة. لا هو يقدر يستغنى عني ولا انا اقدر استغنى عنه ابدا. اهدي. اعتقد انها مش عارفة هي بتقول ايه اصلا. هو حضرتك مين؟ انت تعرفيها؟ اعرفها، كانت بتشتغل عندي خدامة. حاجة غريبة قوي حسيتها أول ما شفتها يا مختار. أول حاجة جت في دماغي إنه ربنا انتقمني منها. أكتر حاجة رعبتني إن أنا كنت مبسوطة إن أنا شايفاها بالمنظر ده، بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على أختي الكبيرة وما كنتش عايزة أشوفها بالمنظر ده. تعرف إن أنا وفتون كنا شبه بعض، بس دلوقتي خلاص. معلش، الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها دي صعبة. ناس كتير زي اختك مش عارفين ويغلطوا كل غلطة والتانية يتحاسبوا عليها ويتعوروا. مش قصدي على اللي حصل في وشها طبعا، قصدي على روحها اللي اتحرقت. فتون ما اختارتش اللي حصل لها زي بالظبط. متهيألي ان احنا اتولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس، وكأنه في خط اترسم لنا على الأرض عشان نمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل. هو في خط مرسوم لنا على الأرض ولازم نمشي عليه، بس كل واحد فينا بيوصل ميدان ولازم يختار، وعشان كده كل واحد فينا بيتحاسب. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟
لو ما كنتش جيتي النهارده كنت هجيلك لحد البيت. في عقود مهمه جدا لشركه الاسانسيرات ومصنع رخام لازم تمضيهم. معلش يا استاذ عبد الحميد، انا الفتره دي تعبانه ومش مركزه في الشغل، عندي شويه مشاكل. لو في اي قرارات في الشركه مختار هو اللي هيمضي، هو المسؤول من هنا ورايح عن الشركه لغايه ما اخلص المشاكل اللي عندي. تعالى يا استاذ عبد الحميد، عن اذنك كده. انا عايز اجتماع اللجنه الهندسيه يكون النهارده لو سمحت، وكل التفاصيل والملفات بتاعه المناقصه بتاعه البنك تجيب. حاضر يا استاذ مختار. كنا رايح لاشرف في الحسابات، يا ريت تجهز لي الورقه. هبعتهولك مع صاحبي. شكرا. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح النور. وحشتني. النهارده اجتماع اللجنه الهندسيه، عايز خطه التسويق تكون كامله. بقول لك وحشتني، ممكن اعرف ما تسالش عليا ليه؟ معلش اصلي مشغول شويه اليومين دول. الو. الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتريه رسمته. بورتريه ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون لي. بجد؟ مش كده يا حبيبي، برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابل حرامي؟ يا داليا، ايه الصوت اللي جنبك ده؟ الا عني، انا هخرج يعني هخرج. داليا، انت سامعاني؟ والنعمة رخ. هو انا امك يا سيب؟ يا نهار اسود يا عسلية، الحقيني يا اختي. ثانية واحدة يا مختار، ثانية واحدة. في البيت. سيبها لو سمحت. مالك؟ يا حبيبتي النبي انا عايزه اروح اقابل جوزي، عايزه اروح بولاد. طب معلش يا مختار، انا مضطرة اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامة. لا مؤاخذه يا اختي، ممكن تديني العبايه السمراء القديمه بتاعتك وطرحتها؟ ما انت اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. انا بس عايزاها عشان اروح بيها بولاد بدل الزفت اللي انا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض انا وانتي وشاهين ونتعشى وبعدين هاخدك على بولاد. انا عايزه اروح اشوف علي، عايزه اروح بولاق اشوف جوزي. عارفه لو صوتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمه؟ يا فردوس، فردوس. ايوه انا مدلي، خير في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا تعالى نطلع اوضتنا. يلا تعالى. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزه يخاف مني يا اختي، والله والله العظيم انا بحبه قوي، بس انا بقى ما بحبش علي او النعمه، ما بحبوش ولا الزفت راشد بحبه، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه يا عسلية والله. انا عايزه اجيب وش تاني. يا اختي والنعمه انا معايا فلوس اساسا، انا مسافه السكه، انا مش هتاخر عليكي خالص. انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. معلش شفت حقك عليا، ما تعيطيش يا حبيبتي.
انتي مش عايزاني اشتري وش. ايوه، انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيلة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. تعملي فيا كده؟ ماشي عسلية، حاضر. انا اسفه يا فتون اني عرفت علي على مكان. صباح الخير. صباح النور. في حاجة؟ انا عايزه اتكلم معاك شويه. اتفضلي. مختار، انا كنت عارفه قبل ما اي حاجه تحصل بيني وبينك ان انت انسان لعبي وبتاع ستات ومقضيها يمين وشمال، بس ما كنتش متخيله ابدا ان اللي بينا ينتهي بالسرعه دي. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ ممكن. مختار، انا كل يوم بحاول اقنع نفسي ان احنا صحاب، لكن ما قدرتش. ممكن لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده؟ ليه يا مختار؟ عشان انا مش عايز ازعلك. ليه؟ هو انت ما كنتش مبسوط وانت معايا؟ كل حاجة، انا حتى مش عارفة كان ايه كل حاجة بينا. انا كل اللي انا عارفاه ان انا كنت مبسوطة. للأسف كنت مبسوطة وانا معاك. انا عملت معاك حاجات عمري ما عملتها مع حد تاني. اسمعني، انا عمري ما اتأخرت بره بيتي وشربت ووثقت فيك. مروة، اللي حصل ما بيننا ده شيء عادي جدا بيحصل في كل وقت على طول. لا، انا مش كول قوي كده زيكم يا مروة. احنا اتنين اعجبنا ببعض زي ناس كتير، قربوا من بعض، انبسطوا شوية وخلاص، كل حاجة بيروح لحاله. والله أعلم، جايز بيتقابلوا تاني بعدين. ايه بدري يعني بتحسب؟ انا ما صدقتش لما قالوا لي ان في ايه؟ مفيش حاجة. غمضي عينيك. فتحي. انت ما بتحرمش؟ انت رسمتني كم مرة؟ لغاية دلوقتي 11. حلو، عجباني، احلى مني. مش حقيقي، الأصل أحلى. وبعدين معاك؟ احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ اني هقعد احب فيكي كده عمال على بطال لغايه لما تغيري رايك. مختار، احنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده. انا بتكلم بجد. انا عارفه انت بتفكر في ايه وحاسه بيك، بس عشان خاطري يا مختار متخلينيش احس بالذنب ناحيتك. خلاص بسيطه، ما تحسيش بذنب. ما انت بتعمل كده. على فكره داليا، اي واحد بيحب واحده بيبقى نفسه يوري لها قد ايه هي مهمه وقد ايه هي على باله، علشان يمكن في يوم تحسي بيه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا ست فتون عقلي، الواد كده هيموت في ايدك. غوري يا وليه بره. شاهين ملوش ذنب. غوري لا غزك بالسكينه. اللي انت بتعمليه ده كده الواد هيفطس في ايدك، ارحميني. غوري يا وليه. نهار اسود. ما تخافش، استرجل ياض وانشف كده. امك هي اللي واطيه، عايزه تحبسني في البيت ده.
تتفرج عليا وانا متشوهه، لكن انا هقتلها. فاهم؟ الو. ايوه فردوس، مالك؟ في ايه؟ ابني. مالك؟ ابني. داليا داليا. شايفه انا بقى هنا ولا هنا؟ ما تقول. يا نهار اسود ازاي؟ سيبي الولد يفتح، حرام عليكي. انا هخرجك من هنا والله العظيم لا خرجك. انت كدابه. انا مش كدابه. انت كدابه وعايزه تحبسيني هنا عشان تتفرجي عليا وانا متشوهه. والله العظيم هخرجك، حرام عليك. امشي بره غوري. ده شايف بحبك يا فتون، حرام عليك. يا حبيبي امشي يا غوري. مختار الولد يا مختار. امشي يا بنت غوري بره. يا مجنونه يا بنت الكلب، هتذبحي الولد، حرام عليك. سيبيني معاها انا هجيبهولك. غوري انت كنت تقدري ترفعي عينك فيا. طب انا هخرج من هنا وهجيب علي يشقك نصين، وهجيب راشد واقول له على عملتيه فينا. انا عارف هي عملت ايه. ايوه عارف. انا فاهم كل حاجه يا فتون وحاسس بيكي. داليا مجرمه موتت مراد صاحب الفيلا دي، ضحكت عليه واتجوزته وخدت كل فلوسه. دي مكانها في السجن. ايوه انا كان لازم ابلغ عنها بس ما قدرتش علشان بحب الولد ده ومش عايزه يتأذي، وانا متأكد ان انت كمان بتحبيه. ايوه انا بحبه. عايزه ايه؟ اصلك انت مش فاهم حاجه. الولية دي حبساني هنا، عايزه تقعد تتفرج عليا وانا متشوهه. انا عايزه اخرج. مال وشك؟ انت زي القمر. دي تعويره بسيطه هتروح كمان كام يوم، واذا كان على خروجك من هنا ده طلب بسيط. بجد؟ انا هخرجك من هنا. ازاي؟ انا اللي بدفع لكل الحراسه اللي هنا. هقول لهم سيبونا كده بس كده. سهله جدا. يلا عشان تلبسي احلى فستان عندك. هخرجك خروجه تنسي الدنيا بعدها. يلا سيب السكينه دي. تعالى يا حبيبي. يلا عشان نخرج. هنخرج خلاص. يلا تعالي. هلبس هدومي. ايوه حبيبي مش هرحمك على اللي عملتيه. سامعه؟ مش هرحمك يا فتون. يلا عشان تغيري عشان نخرج. انا هغير وارجع لك على طول. انا مستنيكي. ما كانتش هتعمل كده، هي اديتهوني بكل سهوله. تعالي تعالي. حقك عليا يا حبيبي، حقك عليا. روح قلب امك، همشيها من البيت. انا اسفه ان انا سبتك معاه. خلاص بقى الواد مرعوب، كفايه. كنت عايزه تقتله يا مختار، كنت عايزه تذبح ابني. ما اظنش كانت هتعمل كده. عامة ربنا ستر وهي ادتني الولد بكل سهوله. ايوه يا سعد.
لا مفيش حاجة الحمد لله، موقف سخيف وعدى. لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركة النهارده. هكلمك انا، هجيلك انا. يلا سلام. شركة ايه؟ لا انا عايزه اقعد مع ابني، مش هنزل الشركه النهارده. ماشي، لو مش عايزة تروحي بكرة كمان ما تروحيش بكرة. يا ريت استلم كل حاجه واختار في الشركه الفتره دي لغايه ما اعصابي تهدى شويه. حاضر. بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو، مش محتاجة بقى اعصاب. لا محتاج. بقول لك انت عايزه تقتل ابني، دي مجنونه. ماشي. معلش يا مختار انا اسفه، عايزه اقعد مع ابني لوحدي. حاضر. لو احتجتي حاجة كلميني. متشكره قوي يا مختار. يا حبيب قلب امك انت يا حبيبي، يا روحي وريني. الشركة اسمها الاتحاد، وهي شركة كبيرة جدا في الخليج، وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقالها 3 سنين في السوق، وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطالبين تحديد ميعاد معانا، فيا ريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر. بعد 4 أيام، يوم الاثنين مثلا. بس داليا مش هتكون موجودة. احنا هنقعد معاهم هنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسية الأول، وبعد كده نبقى نقول لها. وبكره يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتمضي. ما أنا عارف. هما يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي عادي. سلام. أيوه. أنت فين يعني دلوقتي؟ طيب. زي ما اتفقنا. هجيلك. سلام. أنا لازم أمشي. طيب انا عارف ان مدام داليا قدامها شويه على ما تركز مع الشركه، ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده، بس على الاقل يكون في يوم واحد علشان التوقيعات. ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل. حاضر. سلام. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا استاذ. استاذ في ايه؟ بكلمك. طب يا عم ماشي. عمر. انا عايز نقابل صاحبة البيت. اقول لها مين؟ قول لها محروس. محروس؟ محروس اسكندراني. طب اطلع بره كده يا احمد. والله اطلع بس بره كده. ما نتحرك من هنا غير لما نشوفها. طب اطلع بره. ماشي. اتفضل. طلعنا. اتفضل. ماشي. ماشي. طبعا خير يا فردوس. في واحد اسمه محروس الاسكندراني عايز يقابل المدام. شاهين عايز ايه؟ يا عمي مدام داليا، في حد واقف بره عايز يقابل حضرتك، بيقول اسمه محروس. ما قالكيش محروس ايه؟ بيقول اسمه محروس الاسكندراني. قولي لان انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حاضر. لا استني، ما ينفعش يمشي. طب اقول للامن ايه؟ يا مدام داليا، طب اقول لهم ايه طيب؟ يا مدام طب قولي لي طيب في ايه؟ خير. هاتي لي جزمتي وشنطتي. حاضر ثواني. وفلوس. انا ههرب. ههرب تاني. طب في ايه طيب؟ طمنيني طيب في ايه؟ اهرب ليه؟ انا ده اللي اهرب ليه؟ انا بامان هنا، انا تمام. خدي بالي على جوه. هقفل عليكم كويس قوي. حاضر حاضر.
داليا؟ ايوه مختار. ايه في ايه؟ ايه؟ الحقني انا في مصيبه. ايه فهميني بس ايه اللي حصل؟ محروس بره. سيبيه واقف قدام الباب لغايه لما اجي. بسرعه يا مختار والنبي. مختار باشا افتح يا ابني الباب. خش انت اللي خرجت من جنب شاهين. حاضر. مين؟ مختار. قافل. هو ده محروس بتاع اسكندريه السواق؟ هو وصل لحد عندي. تفتكر عايز ايه ده؟ بس انا شكلي طاير مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك. هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل، احنا ما يهمناش صح؟ صح. خلاص قابله انت. قابله انت مختار. قابله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير، اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقابله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقابله لو انت هتبقي قاعده في المقابله. وما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا، وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسلية دي تماما. انا داليا نور. انا مش زينب. انا مش عسلية. استر يا رب. عسلية عايزة مخدرات، دماغي هتتفرتك. مش حاجة، مفيش حاجة. مش كفاية الأكل الصيص اللي بتجيبهولي. علي ما بيحبش الأكل اللي مسبك. أنا هطبخ لك كل الاكل يا اخويا اللي بتحبه. انما راشد انا مش هطبخ لك حاجه ابدا. انا هجوعك، هخليك تجوع وتموت. انت يا عسليه يا خدامه يا واطيه يا ولاد الكلب، افتحوا يا ولاد الكلب. عايز اخرج. دخلهولي. جاي. تقدر تستنى بره. انت مين؟ وجاي هنا عايز ايه؟ ليه؟ عملت فيا كده ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس انا حبيتك.
امنتلك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح ان في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. انا قعدت كتير اقلبها في دماغي، ما لقيتلكيش عذر واحد. تكدبي عليا يا زينب وتخليني اتجوزك وانت على ذمة راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت. ايه الفجر ده؟ يا محروس، أنا كان لازم أهرب. كوثر هددتني إن هي كانت هتفضحني. وسرقتيني ليه؟ والله ما كان قصدي أسرقك. أنا ساعتها كنت تايهة وما كنتش عارفة أتصرف، واخدت الشنطة فاكرة إن أنا هأمن نفسي عشان ما نمش تاني في الشارع زي أيام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطة ولقيت إن اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك، زعلت قوي من نفسي. أنا ما كنتش عايزة أسرقك والله. منك لله. بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش أثق في حد. بقت كل الناس في نظري غشاشين وحرامية وكدابين بسببك. خلاص نتكلم عن المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك داليا كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسألني ليه يا استاذ؟ انت هتديهم لي 2 مليون جنيه. يا محروس، أنا عايزة أعوضك على اللي خدته منك 5 أضعاف. أنت في يوم من الأيام كنت البني آدم الوحيد اللي عاملني معاملة حلوة. انت اتجننت ولا ايه؟ اوعى انت! سيبه يا مختار، سيبه. انا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس. يلا هات البوليس دلوقتي. الهانم محكوم عليها ب10 سنين في القضية بتاعتي، سرقة وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي. الست دي اسمها داليا نور، سيدة أعمال كبيرة في البلد. محدش هيصدقك. تليفون واحد هتتحبس، ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة. اعقل وفكر قبل ما تتهور. انت ليك حقك وهتاخده. 2 مليون؟ 10 مليون يا محروس. أنا عارفة إن أنا غلطت في حقك، وإن مفيش حاجة أقدر أعملها عشان أعوضك على اللي أنت خسرته. أنا متأكدة إنك بني آدم طيب، وفي يوم من الأيام كنت بتحبني زي ما أنت بتقول. بس ما تخلينيش أذيك تاني يا محروس. هتمضي وصولات امانه بضعف المبلغ عشان نضمن ان انت مش هتتغابى بعد كده. افتحوا يلا نتكلم. عايزة أخرج، عايزة أخرج. ايه الصريخ ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يلا نتكلم. قلت ايه؟ عايزة أخرج. أنا الألم والوجع اللي شفته ما يعوضنيش عنه ملايين الدنيا، بس أنا موافق. مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل أدعي عليكي ليل ونهار يا زينب. ربنا ينتقم منك، عشان أنا ما عملتلكيش حاجة.
ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص، محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني. ممكن يكون شافك في اي حته يعني، ممكن يكون في مجله، في خبر على النت. تركزيش. او ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى الاساس ده بيعرفوا انا فين. لا ما اظنش، بلاش الاوهام. اوهام يا مختار؟ انت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف، وشايف انك يعني داليا هاني، في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. طارق شاهين، جوزها وابو ابنها. دقيقة واحدة وخليك تعمل. طارق شاهين، جوزها وابو ابنها. دقيقة واحدة وخليك تعمل. انا ههرب هاخد ابني واهرب من البلد. مفيش الكلام ده. كلم الامن يمسكوه وانا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد. فردوس سيبينا. محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار. ابوس رجلك تمشينا من هنا. هعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج. مش هيرضى. ممكن تسمعيني طارق لو سمحتي؟ موافق. انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني، يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده، يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق. ايوه امسكي نفسك. محدش هياخدك مني. محدش هياخدك مني. مفيش ضمان. انا قلت لك قبل كده ان ابني بره. ايه اتفقنا؟ احنا اتفقنا ان انت مش هتقول لها ان انا بلغك على مكان. بقول لك ايه، انا متاكد ان اللي انت بتعمله ده ورا حاجه وسخه. شكلها ضحك عليك انت كمان. ايه بتحبها؟ لازم تبقى عارف ان البني ادمه دي شيطانه. طارق ايه؟ اي حاجه هتقولها انا عارفها. مفيش لزوم للكلام ده. احنا عملنا اتفاق. انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش. بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي. مش من مصلحتي ان ابني تخش السجن. يا فردوس تعالي شوفي اللي بيشرب ايه. حضرتك تؤمر. ها حضرتك تحب تشرب ايه؟ انتي بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه. هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليلة شوية. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار. انا مختار. اتفقتوا على ايه؟ اطمني. وافق انه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار؟ لا عشان خاطري لا يا مختار. ابني لا. انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف.
ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار حرام عليك. شاهين لا يا مختار، خليني اهرب. اهرب اهربي تاني. ههرب تاني؟ انتوا اللي بتعملوه فيا كده. سفرني اي بلد بره مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا. دي فرصتك، ما تهربيش تاني. واذا كان على شاهين، ابوه منفعل دلوقتي وراكبه 100 شيطان وعايز ينتقم منك. بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه واوصل معاه لاتفاق انك تشوفيه تاني. لا، هسافر بابني في اي حته استخبى فيها. انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل، صدقيني. اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار. لا يلا مختار لا. يلا لا يا ابني لا. معلش هتشوفي تاني. حرام عليك. يلا حبيبي. مختار هو ياخد يا مختار. طارق نتكلم. ابني يا مختار. انت مش بني ادمه. انت كان لازم تتذبحي على اللي انت عملتيه. شاهين انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها بس بشرط ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا رحمة، تعالى تعالى يا ابني، حرام عليكم. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني مفيش داعي للتهديد. احنا اكيد هنتكلم وهنتقابل تاني. شاهين تعالى يا رحمة، حرام عليك يا طارق، الولد عايزني، حرام عليك. اوعي. حرام عليك يا مختار، سيبني. انا ابن امه مات. لا حرام عليك، ما تقولش كده. سيبني سيبني سيبني، حرام عليك، حرام عليك يا شاهين. شاهين حرام عليكم، حرام عليكم، عايزة ابني شاهين. أنا طارق شاهين، باباك. يلا نروح لجده. يلا. ما هو مش هينفع كده يا مختار. المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره. الست عندها مشكله كبيره، وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضه هيحصل فيها مشكله كبيره. هو احنا ايه؟ في سوبر ماركت؟ دي شركه يا مختار، شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه. ما خلاص يا عم عبد الحميد، كان لازم ده كله يحصل. يعني ايه لازم ده كله يحصل؟ وليه لازم؟ عشان نلاقي حل. طيب خلاص، يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهارده. نروح لها البيت ده ايه؟ بقول لك الست عندها مشكله كبيره، ابنها اتاخد منها، ما بتردش عليها في التليفون. ايوه يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركه ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركه، انا هتصرف. هكلمك بالليل هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اتفضل. بتشوفوا برضه نزلت الميه بهدومك يا فتون؟ طب والله العظيم لقول لمدام داليا على اللي انت بتعمليه، عشان انا تعبت. والنبي يا اختي انا بحب الميه قوي، بس اوعي تقولي المدام ما اسمهاش داليا، اسمها عسليه. اوعي تقولي لها لحسن تحبسني في الاوضه تاني. وبعدين انجر يا بت.
روحي جيبي لي الوزه، العوامه الوزه، وهاتي شاهين يلعب معايا. وزة ايه اللي انت عايزاه؟ وبعدين شاهين مش موجود. يا سلام يا اختي، انتوا مخبيينه عني عشان ما يلعبش معايا. لا يا ستي اطلعي انت بس وانا هحكي لك اللي انت ما تعرفوش. طب يلا اطلعي. هتقولي لي ايه؟ اطلعي يا مجنونه. والنبي اطلعي. استني يا اختي. هاتي ايدك. على ما عايزه تكميله خيبانه. انت اللي قويه. اطلعي. ها هتحكي لي عن ايه بقى؟ قولي. هحكي لك عن اللي حصل ما بين مدام داليا وابو شاهين. مش ابو شاهين ده يبقى راشد ولا حد تاني؟ اصل الرجاله كتير قوي يا اختي. لا ما يصحش كده يا فتون، عيب الكلام اللي انت بتقوليه. لا يا اختي صح، ما يصحش ده ايه؟ طب تعالي. انت عارفه انهم دايما يقولوا عليا انا القويه المفتريه اللي مكسره الدنيا. انا ما عملتش ربع اللي عملته عسليه والنعمه الشريفه. ده انا لو قعدت حكيت لك خدي قولي. لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام. تعالي وانا اقول لك كل الحاجات. انا كنت مع عبد الحميد في الشركه، روحت غيرت وجيت. في ورق كتير لازم يتملي. انا عايزه ابني يا مختار. بصي بقى، انا عارف ان انتي قويه وشاطره واستحملتي مصايب كتير في حياتك، وكل مره بتعدي منها باقل خسائر. بتهيألك انا لا قويه ولا حاجه. انا اضعف بني ادم انت ممكن تشوفها. اللي انتي فيه ده هيعدي. انا هساعدك، هنعدي سوا. عسلية. اول مره تقول لي عسليه. خلاص، اللي فات ده كله هننساه. تعالي نبدأ حياة جديدة أنا وإنتي، نتجوز ونجيب عيال والعيال دي تكبر. تاني يا مختار، قلت لك مش هينفع. أنا خايفة أخسرك. أنا كل ما كنت بتجوز الجوازة ما كانتش بتكمل. أنا بقالي كتير بتخانق مع الدنيا، حاسة إني خلاص خلصت. ما عنديش حاجة اديها لك. كفاية بقى، ما زهقتيش. بطلي تزقيني بعيد عنك. هو أنا طالب إيه؟ أنا طالب حاجة جميلة جدا، عايز أبقى جنبك. عايز كل يوم أصحى ألاقي وشي قدامي بينور لي يومي، وأمشي أقول لكل الناس قد إيه أنا بحبك. صدقيني يا اختي والنعم يا ستي والله مصدقاكي. والكعبه الشريفه ما عملت حاجه. انا زي الفل اهو، ما عملتش اي حاجه. هي ميه كده ليه؟ زي ما انت شايفه كده، نطت في البول بهدومها، ما لحقتش حتى اجيبها. على اوضتك. عايزه اسالك سؤال بس والنبي. ادخلي على اوضتك يا فتون. انتوا هتتجوزوا امتى؟ يوه. طب انا عايزه اسالك سؤال. اسالي. تعالى بس، البت عسلية دي اتجوزت على راشد 3 وجايبة عيل كمان. أنا عارف. عارف؟ يا نهار اسود. تعالي، قتل راشد وشوهني عشان شك فيا بس. هي بتعمل فيكوا ايه؟ اوعي تخليها تسمعك بتقول كده، مش هيحصل لك. طيب اسكتي. انا سكت اهو. دخلي الحمام. يلا بقى. انا هخش الحمام لوحدي. خشي يا اختي. انا يا اختي بحب اطرطش. يلا 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 نتعز. يلا. انا عايزك بقى تقومي تنقي. عايزة ايه بقى؟ عايزك تقومي تنقي حاجة حلوة تلبسيها. اعمل بيها ايه دي؟ هوديكي مشوار مفاجأة، ولا اقول لك ما تغيريش، انا هنقي لك طقم على مزاجي. والله انت فاضي. نقوم نشوف اللي في الحمام دي. يلا
يا حبيبتي اخرجي كده كفايه. انا بحب الميه، سيبيني. عارفه انك بتحبي الميه، كفايه عليكي كده. يا حبيبتي اخرجي. حاضر. باين عليكي اتجننتي خالص. خلاص انا اختك الكبيره احترميني. حاضر، انت اختك كبيره ومعقله واحسن مني كمان. سلام. قولي لي يا حبيبتي. انت عارفه يا اختي انا ليه وشي برضه كده؟ ليه يا روحي؟ عشان انا عشت بوش واحد، كنت بعمل كل اللي انا عايزاه، لكن انتي عشتي ب100 وش. انا احسن منك. ايوه عندك حق، انت اكبر مني واعقل مني واحسن مني، وانا ب100 وش. ده تحبيني يا عسلية؟ بحبك يا فتون، انت اختي. انت وحشتيني يا اختي. انت كمان وحشتني يا بولاد. عسلية غني لي ساعات ساعات. حاضر يا حبيبتي غني. ساعات 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 أحب عمري عشان انت زي العمر يا حبيبتي. معرفتش انا حلوة. حلوة يا روحي زي القمر يا فتون. خفي مش كده؟ هتخفي وخفيتي. انت عايش هنا؟ ايه رايك؟ من غير ما تهرجي علشان انا اللي بني نفسي. والله ولا ليا نفسي اهرج. مختار انت وعدتني. وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخليني اشوف ابني شاهين. بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجه تانية خالص. انت داخله معايا البيت لاول مره، عايزك تنسي بقى كل حاجه وتركزي في الكام ساعه اللي جايين دول، لان هم مهمين جدا بالنسبه لي، واعتقد هيكونوا مهمين جدا بالنسبه لي. مهمين ليه؟ مش فاهمه. اشمعنى؟ سيبي لي نفسك بس خالص كده وهتفهمي كل حاجه في وقتها. اتفضلي. حلو بيتك، غريب. ميرسي. انا اللي عامل شغل، مش رسمه بس يعني. امال ايه؟ كل حاجه. ده الاتيليه. يا دي ناس عريانه. اعمل ايه بقى؟ كنت بحب اعمل كده. مش باين عليك يعني ان يطلع منك كل ده. تشربي حاجه؟ حاجه سوفت. ما ردتش على سؤالي. ممكن ايه؟ انا ابتديت احبك امتى؟ صح؟ بصي، انت ابتديتي تصعبي عليا
بعد ما مراد خبطت بالعربية ومثلتي علينا ان انت مش فاكرة حاجة، قطعتي قلبي ساعتها صحيح. بعد كده ابتديت ارسمك، ومن ساعتها انا مش قادر ابطل. تعرف ان انا كنت واخده بالي انك حاططني في دماغك من زمان؟ وده كان شيء يبسطك ساعتها ولا كنت متضايقة؟ مش مسألة يبسطني، كنت واخده بالي وخلاص. مختار، انت شايفني ست وحشه صح؟ اكيد لا، انت اخر حاجة ممكن تتقال عليك انك وحشة. انا مش بهرج، انا بتكلم بجد. وانا بتكلم بجد، تسألي سؤال زي ده ليه؟ يعني ان انا ماليش غالي، بغدر، بخون. يمكن اذيت ناس بس ما كانش قصدي اذيهم. كنت دايما بحاول اهرب من الظروف وبس. كنت بنجي نفسي يعني. اكيد ما كانش قصدي اعمل كل ده. عشان كده انا بقول لك انت واخد عني فكره وحشه. خلينا في الافكار الحلوه. انت هتشرب بدري؟ هنشرب. انا لا، قلت لك عايزه سوفت درينك. طيب ماشي. ثانيه واحده. اللي انت بتعمله ده ممكن مناديل؟ ماشي. استني، هنا جيبي ده. مختار، أنا آسفة. آسفة عشان مش هينفع نتجوز. أنت تعرف كل حاجة عني. ده أنا كل ورقي مكشوف قدامك. بس ده مش معناه إن أنا مش عايزاك قريب مني. دي مش أنانية مني على فكرة. أنا مش عايزة أخسرك. يا مختار، احنا لو اتجوزنا مش هتعرف تثق فيا.
أنا نفسي نفضل صحاب. أنا لما كنت بحكي لك كل الحاجات دي عني عشان كنت بعتبرك حد قريب مني قوي، والصحاب لما بيعرفوا عن بعض الحاجات دي بتعدي، يعني بيسامحوا بعض، ويمكن أقول لك حاجات أكتر وأنت صاحبي. بس وأنت جوزي هتفضل دايما فاكر إن أنا ممكن في يوم من الأيام أسيبك وأهرب. عمرك ما هتثق فيا. مش أنت اللي كنت بتقولي دايما إن أنا هقف جنبك وأساعدك؟ طب مش أنت اللي كنت بتقولي معاكي فلوس اهربي عشان تحسي بالأمان؟ أنا فضلت هنا عشان الأمان ده كنت حاساه وأنا جنبك. صدقني يا مختار، المشكلة مش فيك، المشكلة أصلا مفيش مشكلة. أنا كل اللي أنا عايزاه إن أنا أحس إن أنا اللي عايزة أقول لأ وأنا اللي عايزة أقول آه. خلينا زي ما احنا يا مختار، صحاب. ما تقول حاجة. أنا جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم إن شركة مراد الجرح هترجع زي الأول، والشركة هتمشي زي الساعة. طبعا كان مختار وعدني إنه هيوقف معي ويساندني في الموضوع ده، بس من الواضح إنه مش كفاية. عشان كده أنا محتاجة تعاونكم كلكم عشان الموضوع ده يحصل، واللي مش موافق على كلامي ده يقدر يعتذر من دلوقتي. عن إذنك. سعد. ايوه يا فندم. عايزه اعرف كل كبيره وصغيره حصلت في الشركه وانا مش موجوده. اكيد. حاضر. استاذ عبد الحميد. فندم. عايزه اطلع على كل عقود العملاء. حاضر فندم. أيوة يا سامح. زي ما اتفقنا، أنا جاي لك دلوقتي. سلام. وانت طلبت تقابلنا تاني يا مختار علشان تقول نفس الكلام؟ مش رفضت تاخد 25% من اسهم الشركه وعشت لي فيها في دور البطل الشريف وسبتنا ومشيت؟ طلبت تقابلنا تاني ليه يا مختار؟ تقدروا تقولوا يا جماعة إن أنا فكرت في الموضوع واكتشفت إن أنا مش بالرخص ده. أنا ممكن أعمل لكم اللي أنتوا عايزينه، بس ده هيكلفكم 50% من أسهم الشركة. 50%؟ مش شايف إنها نسبة كبيرة شوية؟ استنى يا هاني، وهترجع لنا الشركه ليه بقى يا استاذ مختار؟ هي الهانم باعتك ولا ايه؟ أنت برضه تعرف عني كده يا سامح. إحنا هنروح للمحامي بتاعي، هنمضي عقود الشراكة والتنازل، وبعدها نص الشركة هيبقى بتاعكم. شركة إيه اللي نتنازل لك عنها؟ الشركة مش بتاعتنا أصلا. ما هو لو أنتوا عملتوا اللي أنا بقوله واتفقنا، نص شركة أبوكوا هترجع لكم تاني.
قلنا ايه؟ احنا عملنا انجاز مهم النهارده. معلش انا تعبتكم معايا. بالعكس، انا سعيد جدا بالانجاز اللي عملناه النهارده. والحقيقه وجود حضرتك في الشركه والحماسه اللي انت راجع بيها دي ده مأثر فينا كلنا. لا ان شاء الله مش هتعدي سنه الا والشركه دي هترجع على رجلها زي الاول. ان شاء الله. طب يا فندم، بالنسبه لمؤتمر دبي اللي حضرتك هتحضريه، كان مطلوب 2 يحضروا من مجلس الاداره. مستر مختار، التاني مين؟ لا مختار مش هيبقى موجود معانا. هو استاذ عبد الحميد مع اي مهندس من اللجنه الاستشاريه. خلاص اوكي. تمام. ميرسي قوي يا جماعه، تقدروا تتفضلوا. شكرا. كنت فين يا أستاذ؟ بشتغل في الشركة من الصبح لوحدي وسايب الميتنج من أوله. عموما أنا أنجزت كتير من غيرك النهاردة. برافو. مالك؟ هو ايه اللي مالي؟ وبعدين معاك يا مختار. بص أنا عارفة إنك متضايق مني، وعارفة كمان إن أنا ممكن أكون عملت حاجة وجعك. خلاص بقى، ما عادش فيه لزوم من الكلام ده خالص. لا ليه لازمة يا مختار؟ أنت لازم تسمعني. أنا خلاص مش عايزة أمثل تاني ولا عايزة أضحك على حد. أنا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي. كل ما كنت بخاف كنت بهرب، كنت بدور على حتة استخبى فيها، ولما كنت بلاقي الأمان كنت بقعد وارضى. حتى هنا يا مختار أنا كنت عايزة أمشي وأنت اللي قعدتني. فاكر كم مرة أنا كنت عايزة أرجع الشركة دي لولاد مراد وأنت تقولي لأ، الشركة دي من حقك، الفلوس دي فلوسك. وأنا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق. أنا كده تمام. أنا داليا نور، شركة وفلوس كل ده بتاعي وأنا راضية. حلو كده. بس في حاجة مهمة قوي لسه ناقصاني، يمكن دي أهم حاجة، إني أرجع ابني. انت استحالة تتخيلي أنا عملت إيه عشان تحسي بيا. يا مختار الحب مش عافية. أنا مش عايزة أضحك عليك، ده أنا أول مرة أحس إن أنا عارفة أخد قرار. ده بدل ما تفرح لي أنت زعلان. أنا مش عايزة أكذب على حد ولا عايزة أكذب عليك. بس انت كل حاجة في حياتك كذب. مين داليا نور؟ داليا نور دي ملهاش أي وجود. احنا اللي عملناها، ألفناها زي أي حدوتة ليها بداية وليها نهاية. أنت فكرتني بحد مرة قال لي زمان إن الدنيا دي مليانة حكايات. الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن، وأنا بقى حظي ما جاش غير على الحاجات اللي تحزن. بس أنا مختار دلوقتي داليا نور. دلوقتي ممكن يبقى عندي حكاية حلوة. أنا عايزة أفضل داليا. ما ينفعش تفضلي داليا، انت عسلية. هي دي الحقيقة. أنا يمكن أكون وسخ بس أنا مش كداب، وعشان كده لازم أقول لك أنا عملت إيه. أنا اللي جبت معروس البيت، وأنا اللي بعدته عنك،
وانا اللي كلمت طارق وعرفته مكانك، وانا اللي بعدته عنك. انا عملت كده يمكن عشان كنت متخيل ان لما ابعد الناس دي عنك هتعرفي قد ايه انا بحبك. حب ايه يا مختار؟ ايوه انا كان لازم اعمل كده، كان لازم الحق يرجع لاصحابه. وانا عملت لك ايه؟ اذيتك في ايه يا مختار؟ ليه تعمل فيا كده؟ الشركة دي انا مش عايزاها، وانت اللي كنت بتقولي لا. انت فاكر هيفرق معايا الكلام ده؟ ده انا جه عليا ايام كنت بنام في الشارع. انت فاكر كده انك بتنتقم مني؟ انا اكتر حاجه وجعني ان انا صدقتك. مختار ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، ما تسيبنيش. انت وسخ يا مختار، وسخ. انت كل حاجه وسخه في الدنيا. Thank you.